المشاهدون الأكارم، أهلا ومرحبا بكم وكل عام وأنتم بخير. نشرة الأخبار من الفضائية الإريترية، ونستهل النشرة بالعناوين. الاحتفال بعيد القيام في مدينة كرن على مستوى البلاد. الجاليات والاتحادات الوطنية الإريترية في إيطاليا تقيم أنشطتها. دعوة لاستنهاض ثقافة العمل لدى الشباب في مدينة بارنتو. وسكان مدينة عصب يؤكدون العمل لإنجاح برامج التنمية. مرحبا بكم إلى التفاصيل. احتفلت البلاد اليوم بعيد القيام في مدينة كرن بفعاليات فنية مختلفة، وهنأ حاكم إقليم عنسبة السيد قرقيس قرماي في الاحتفال الذي نقل مباشرة عبر التلفزيون والإذاعة. هنأ الشعب الإريتري عامة قوات الدفاع بالمناسبة، مؤكدا بأن وحدة الشعب الإريتري التي حققت الانتصارات الباهرة لانتزاع الاستغلال والدفاع عن السيادة الوطنية والبرامج التنموية ستعمل في المستقبل أيضا لتخطي العدائيات والوصول إلى الغايات المنشودة. وذكر مدير مدينة كرن السيد تكي قلتا أن الشعب الإريتري ينظر إلى الأعياد الوطنية والدينية كانعكاس لوئامه ووحدته، داعيا نقل هذه القيم السمحة إلى الأجيال الحديثة. وأوصى على تعزيز الجهد لإنجاح برامج التنمية التي تشهدها البلاد، وشكر باسم الشعب والإدارة خدمات وسائل الإعلام لإرساء قيم المجتمع السمحة وعكس أنشطة البلاد. هذا وأحيط الحفل فرقة إقليم عنسبة الفنية والفرقة الفنية التي ذهبت من أسمرة خصيصا لهذا الاحتفال. عقدت الجاليات الإريترية والاتحادات الوطنية في إيطاليا اجتماعا في مدينة ميلانو لتقييم أنشطتها ووضع البرامج المستقبلية. وأوضح سفير إريتريا لدى إيطاليا السيد زمدي تخليف في الاجتماع أن الحكومة تعمل جاهدة لتكون إريتريا أرض استثمار، وجعل المواطنين أول المستفيدين من هذه الفرصة. وقدم شرحا لفرص الاستثمار الموجودة في كافة المجالات. من جانبه قدم قنصل إريتريا في ميلانو السيد رؤسوم قبرقرقيس توضيحا موسعا عن التحديات التي تواجه أعضاء الجاليات والاتحادات الوطنية الإريترية في أنشطتهم وسبل حلها. هذا وأكد المشاركون في الاجتماع للعمل بقوة لإفشال المؤامرات الموجهة ضد إريتريا والاستفادة من موارد وطنهم. وجه الاجتماع الذي عقد في مدينة بارنتو بمناسبة الأول من مايو عيد العمال لتضافر الجهود لاستنهاض روح العمل. وأوضح المدير التنفيذي في إدارة إقليم القاش بركة السيد عمر محمد أن التطور الذي تم بلوغه جاء نتيجة روح العمل الذي يضمن المشاركة الواسعة والمتوازنة للشعب، ويتوجب العمل بمنح الأولوية لنقل هذه القيم إلى الأجيال. وقال مسؤول الكونفدرالية الوطنية للعمال في الإقليم السيد عبد صالح إن الموارد الكبيرة لإقليم القاش بركة فتحت فرص العمل الكثيرة، داعيا جميع المؤسسات الحكومية وقطاعات المجتمع للتعاون مع كونفدرالية العمال لتدعيم جهود إرثاء ثقافة العمل في الشباب. من جانبه أوضح سكرتير الجبهة الشعبية للديمقراطية والعدالة في إقليم القاش بركة السيد رزاني أدوناي أن العمل من المبادئ الأساسية للجبهة الشعبية، ويجري العمل لإرسائه في الأجيال الحديثة، مؤكدا عمل الجبهة بقوة لتسخير فرص العمل في الإقليم لمصلحة الجماهير واستنهاض ثقافة العمل. أكد سكان مدينة عصب لدى لقائهم مدير المدينة السيد برهان إياسو على العمل بقوة لإنجاح برامج التنمية. وأوضح السيد برهاني في الاجتماع الأنشطة التي نفذتها إدارة المدينة في الربع الأول من هذا العام والمميزات والقصور، مشيدا بالمشاركة الشعبية الفاعلة في البرامج المنفذة. وذكر بأن الجهود تبذل لحل مشكلة المياه الناجمة لقدم الأنابيب، داعيا السكان لترشيد الاستهلاك
وقدم شرحا عن البرامج المستقبلية لإدارة مدينة عصب. هذا وأكد السكان مضاعفة الجهد لتحقيق الأمن الغذائي، وطالبوا لإصلاح الإنارة في الشوارع وإيجاد حل دائم لمشكلة المياه. أوضح مدير مركز العلاج الطبيعي الدكتور برهان حيالو أن ما يقارب 90% من مرضى المركز أظهروا تحسنا جيدا، وذكر بأن المركز يعمل تحت إدارة وزارة الصحة منذ عام 1997، ويستقبل المرضى المحولين من مختلف المؤسسات الصحية بعد إجراء التحاليل اللازمة. وأشار إلى امتلاك المركز للمعدات الطبية الحديثة، موضحا بأن المركز مفتوح لكل المرضى من مختلف البلاد. هذا وأكد مدير مركز العلاج الطبيعي الدكتور برهان حيالو أن الطب الشعبي يتسبب في إضرار المجتمع وخاصة الأطفال، داعين المواطنين التوجه إلى المؤسسات الصحية. أوضحت الجمعية التعاونية لمنتجي الألبان في الإقليم الجنوبي في الاجتماع التقييمي الذي عقدته في مدينة مندفرة على تعزيز الجهد لرفع إنتاج الألبان. وقال رئيس الجمعية السيد نقوسي هيلي أن الإقليم الجنوبي تمكن من الاكتفاء الذاتي من الألبان وبيع الفائض إلى أسمرة نتيجة الجهود المتواصلة التي قامت بها الجمعية على مر السنوات، وتتواصل الجهود لمزيد من التطور والنماء. وذكر بأن الجمعية أقامت مصنعين لتعليب الألبان في مندفرة ودقة محري وإنتاج الأعلاف المصنعة بالقدرات الذاتية، موضحا بلوغ أبقار الجمعية إلى 11 ألف رأسا تنتج سنويا أكثر من 16 مليون لترا من الألبان. كما أشار إلى فتح 8 متاجر لبيع الألبان في مدن مندفرة وسجنيتي ودباروة وعدخالة ودقة محري، ويقومون بإنتاج العلف الزراعي من مساحة تقدر بأكثر من 253 هكتارا من الأراضي التي منحتها لهم إدارة الإقليم. هذا وأفاد مسؤول وزارة الزراعة في الإقليم الجنوبي السيد بهتا تيدروس في الاجتماع بأن وزارة الزراعة تعمل جاهدة لتعزيز الاستثمار في كافة المجالات الزراعية وتنمية القدرات البشرية لإدخال الزراعة الحديثة، مؤكدا بأن جمعية إنتاج الألبان في الإقليم الجنوبي تعتبر مثالا على مستوى البلاد للأنشطة التي تقوم بها فضلا عن رعاية الأبقار المستوردة. يقوم سكان عد قعداد ومرحنو بمديرية قال نفحي بأنشطة نفير ناجحة لحماية التربة وحفظ المياه وتهيئة المزارع للموسم الزراعي المقبل. وقال مدير عد قعداد السيد قبر كيدان تولد برهان إن أكثر من 700 من السكان يشاركون يوميا في النفير التنموي، مشيدا بمشاركة المرأة الفاعلة في العمل. وأوضح كل من السيدة نعمة أحمد والسيد قبر سلاسي صقاي من عد قعداد أنهم يعملون بقوة لحماية التربة وحفظ المياه، مؤكدين جاهزيتهم لتنمية محيطهم. وأشار السيد برهاني مبا من مرحنو أن العمل الجماعي من قيم الشعب الإريتري، وأنهم يعملون بقوة لإنجاح برامج تحقيق الأمن الغذائي، وقد شكر الدعم المقدم من الحكومة. وذكرت عمدة قرية مرحنو السيدة نيجستي أبراهام أن السكان يعملون في النفير باهتمام كبير، مؤكدة استمرار النفير حتى إنجاز المهام الموكلة إليهم. هذا وأكد المشاركون في النفير على العمل بتفان لإنجاز البرامج الموضوعة، داعين لتوفير أدوات العمل والتجهيزات اللازمة، مشيدين بخبراء الزراعة المشرفين على العمل. نهاية النشرة، شكرا على حسن المتابعة وكل عام وأنتم بخير، إلى اللقاء.